الحملة التي أطلقتها السلطات الفرنسية ضد المؤثرين الجزائريين على أراضيها. أوقفت الناشط على منصات التواصل الاجتماعي الذي يحظى بمتابعة واسعة على منصة تيك توك رفيق مزيان الملقب بقشيحة. هذا هو التوقيف السابع منذ بداية الحملة التي اتهمت فيها السلطات الفرنسية مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا، من بينهم نعمان بوعلام المعروف بدوالمن الذي رحل للجزائر، ورفضت الأخيرة استقباله على أراضيها بسبب خروقات تخللت عملية الترحيل بحسب قولها. في الفيديو هذا نشوفوا اشقاء الاعلام البريطاني على توقيف تيك توكر الجزائري رفيق مزيان والمعروف بقشيحة في فرنسا. نشوفوا اش قالوا ونعلقوا على الفيديو. الجزائريين على أراضيها. أوقفت الناشط على منصات التواصل الاجتماعي الذي يحظى بمتابعة واسعة على منصة تيك توك رفيق مزيان الملقب بقشيحة بتهمة ارتكاب أعمال عنف على الأراضي الفرنسية. السلطات الفرنسية أغلقت حساب المؤثر على تيك توك بعد توقيفه بحسب جزائريين. رفيق مزيان هو تيك توكر جزائري مقيم في فرنسا، يتابعه جزائريون كثر، يهتم بالشأن الجزائري وينشر فيديوهات عنه. وقال البعض إنه نشر فيديو يهدد فيه مدونا اتهمه بالوقوف وراء إبلاغ السلطات الفرنسية عن عدد من المؤثرين الفرنسيين الجزائريين. توقيف مزيان أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتاريو عبر صفحته على منصة إكس، لكن مكتب المدعي العام في باريس ندد بإعلان روتاريو اعتقال رفيق مزيان، مؤكدا أنه تسريب لأواله، حيث أوضح أنه في هذه المرحلة لن يتخذ أي إجراء ضد المؤثر، وأن الشخص الذي لا يحاكم يعد بريئا. عن مدى قانونية ذلك الاعتقال والاعتقالات الأخرى أيضا، دعونا نستمع للمحامي مجيد بودن. السلطات الفرنسية التي قامت باعتقال مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا لأنهم طالبوا بالقيام بأعمال عنف تتبع الإجراءات القانونية، ولكن هناك مراقبة تقوم بها النيابة العمومية أي وكيل الجمهورية في فرنسا، والنيابة العمومية هي التي تخضع قرارات وزير الداخلية إلى الامتثال إلى القوانين، ولكن بدورها النيابة العمومية تقوم بالتثبت من الوقائع ومن تطبيق القانون عليها. وزارة الداخلية تقوم بإلقاء القبض والتفتيش والأعمال القانونية والأمنية، ولكن النيابة العمومية التي تقوم بالتثبت من القانون، وبعد ذلك يكون هناك تحقيق والسلطة القضائية التي لها الكلمة الأخيرة. ولكن في هذا الموضوع طلب القيام بأعمال عنف هي تسقط تحت طائلة القانون. مشاهدينا، هذا هو التوقيف السابع منذ بداية الحملة التي اتهمت فيها السلطات الفرنسية مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا، من بينهم نعمان بوعلام المعروف بدوالمن الذي رحل للجزائر، ورفضت الأخيرة استقباله على أراضيها بسبب خروقات تخللت عملية الترحيل بحسب قولها. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا من باريس المؤثر الجزائري عارف مشاكرة. مرحبا بك سيد عارف. سيد عارف، ما هو تعليقك على هذه الاعتقالات التي يصفها البعض بأنها موجة وليست فقط استهدافات فردية أو اعتقالات فردية؟ شكرا. فقط للتصحيح، كاتب وإعلامي بباريس ولست مؤثر. المهم، شكرا على الاستضافة أستاذة. فقط هذه البهرجة التي نراها إعلامية. هناك طيارين في الحكومة الفرنسية، طيار يعني دبلوماسي يتكلم يعني بسياسة يعني محترمة مثل وزير الخارجية، تصريحات نارية من طرف وزير الداخلية الذي نعلم أنه من تيار يميني تقريبا محسوب على اليمين المتطرف، وهذه هي مهمة وزيرة الداخلية. لكن رأينا البارحة كما قلت يا أستاذة أن هناك يعني المدعي العام يعني كما نقول بالفرنسية إلى رافعها لوردر وزير الداخلية ألا يتدخل في أمور العدالة. والعدالة في فرنسا نحن نعرف هذه هي
أعلى قيم التي تفتخر بها فرنسا وعدة دول هي العدالة التي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها أو يؤثر عليها. ثانيا بالنسبة للمؤثرين هناك قانون وهناك عدالة هي من تحدد من هو المجرم من هو مدان. أما المشكلة لكي يعني نواجه المشكلة بكل صراحة نحن كإعلاميين ومراقبين ومحللين أستاذة نقول أن المشكل أصبحت الجالية الجزائرية أو المؤثرين سلعة يتقايضون بها سوى الطرفين. إلقاء القبض المتكرر توقيته يعني يثير تساؤل، لماذا بهذا الوقت تستيقظ فرنسا على سلوك هؤلاء وتقريبا يواجهون نفس التهمة جميعهم وهم أكثرهم وكلهم جزائريون أيضا؟ الجيوستراتيجية العالمية تتغير خاصة بعد قدوم ترامب على الكرسي، ورأينا القرارات، رأينا أن أوروبا هي هدف لهذه الجيوستراتيجية الجديدة، وكما قالها الوزير الأول الفرنسي قال أن أمريكا يعني تطحننا، وقالتها ميركل لما كانت على رأس يعني حتى لا نذهب بعيدا عن صلب الموضوع الذي نحن بصدده الآن. الكل أو ربما أكثر النخب المتابعة لهذا الأمر تربطه بالتوترات الحادثة بين الجزائر وفرنسا على المستوى السياسي، وأن هذا ما يجري هو ردة فعل فقط وليس فعليا هناك هواجس يثيرها هؤلاء. الجالية الجزائرية التي لا يمثلها يعني هناك 15,000 طبيب، هناك إطارات، هناك يعني تقريبا أكثر من 4 إيجابي للمجتمعات ونسيق طبق القانون، لكن من يتجرأ على أن يعد عن القانون هناك عدالة، لكن العدالة هي من تحدد. مؤخرا تم توقيف التيك توكر الجزائري المقيم بفرنسا والمعروف باسم رفيق مزيان، وكذلك بقشيحة الناشط التيك توكر بعد اتهامه بخرق القوانين الفرنسية والتحريض على العنف في فرنسا. السلطات الفرنسية قامت بتوقيف حساب الناشط الجزائري قشيحة على منصة تيك توك، واللي اعتبرها الجزائريين هي موجة ضد الجزائريين في فرنسا. واللي شفنا مؤخرا توقيف مجموعة من المؤثرين من أصل جزائري في فرنسا بتهمة التآمر على الدولة وأعمال العنف والشغب. كذلك كيتهم الجزائريين اليمين المتطرف اللي قال لك أنه كي ياخذ موجة وحملة ضد الجزائر، وخاصة كي شفنا أن توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا يعني اللي وصلت لنقطة اللا عودة. السلطات الفرنسية أنها تتخذ تدابير يعني صارمة في حق المؤثرين الجزائريين لكي يروجوا للأعمال الشغب والتحريض على العنف في فرنسا. وآخرهم كان قشيحة اللي تم توقيفه في فرنسا، والبعض اللي أنه حكموا عليه بالترحيل للجزائر، وكيشتوا معنا البعض اللي ما قبلش والبعض الآخر. وكذلك الجزائر أنها ما قبلتش تستضيف المواطنين ديالها الجزائريين، أغلبية ديالهم مزدوجي الجنسية. قضية فرنسا والجزائر في قضية بوعلام صنصار اللي حكمت مؤخرا المحكمة الأوروبية ضد الجزائر، وهذه صفعة أخرى تتلقاها الجزائر من فرنسا. اش بان لكم في هذه القضية؟ وش هي فعلا حملة ضد المؤثرين الجزائريين في فرنسا؟ خلونا رأي نتاعكم في التعليق. نشوفكم في فيديو قادم. تحيات.